خالد الغندور يعلن عن مفاجأة في أول قرار من إدارة بيراميدز استعدادا لمباراة الأهلي بعد القمة. شاهد تفاصيل الخبر، ولكن قبل البدء أتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. خالد الغندور يعلن قرار مهم جدا من إدارة بيراميدز، وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري. تعرف على ما قال. تحدث خالد الغندور ليكشف عن قرار منتظر من إدارة نادي بيراميدز، قرار هام بشأن الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي في الدوري. قال خالد الغندور: لدي معلومات بأن مسؤول نادي بيراميدز قرروا إنهم يلعبوا مباراة النادي الأهلي في الدوري اللي هتكون في شهر إبريل القادم بحكام أجانب. بيراميدز هو الذي يتحمل مصاريف استخدام حكام الأجانب، ولكن أنا شايف إن النادي الأهلي هو الأقرب للفوز بالدوري. يعني خالد الغندور بيقول إن المباراة الجاية اللي هتكون في أبريل اللي بين بيراميدز والأهلي، بيراميدز هتجيب حكام أجانب على حسابها عشان يحكموا المباراة دي. بس خالد الغندور شايف إن الأهلي هو اللي هيفوز إن شاء الله بالدوري. وأضاف خالد الغندور وقال إن الأهلي على أرض الواقع إنه بيمتلك قائمة لاعبين جامدين وإعلام وجماهير، ولكنني أرى بأن أفضل مدرب حاليا هو مدرب بيراميدز، وأفضل لاعب هو بريم عادل، وأفضل حارس أحمد الشناوي.